الذرة هي أصغر وحدة في المادة ولا يمكن تقسيمها بالطرق الكيميائية. جميع العناصر تتكون من ذرات، ولكل عنصر نوع مميز من الذرات. النواة تقع في مركز الذرة، وتحتوي على البروتونات، جسيمات موجبة الشحنة. النيوترونات، جسيمات متعادلة بدون شحنة. الإلكترونات، جسيمات سالبة الشحنة، تدور حول النواة في مستويات طاقة محددة. العدد الذري يمثل عدد البروتونات في نواة الذرة، وهو الذي يحدد نوع العنصر. العدد الكتلي مجموع عدد البروتونات والنيوترونات في نواة الذرة. النظائر هي ذرات العنصر نفسه ولكن تختلف في عدد النيوترونات. لذلك فإن لها نفس العدد الذري ولكن تختلف في العدد الكتلي. الإلكترونات تدور حول النواة في مستويات طاقة محددة. كلما زاد بعد المستوى عن النواة، زادت طاقته. نموذج دالتون اعتقد أن الذرة جسيم صغير لا يتجزأ. نموذج تومسون اكتشف وجود الإلكترونات وافترض أن الذرة تتكون من كرة موجبة الشحنة تحتوي على إلكترونات. نموذج رذرفورد أظهر أن الذرة تحتوي على نواة صغيرة موجبة الشحنة تحيط بها الإلكترونات. نموذج بور اقترح أن الإلكترونات تدور حول النواة في مسارات محددة بمستويات طاقة ثابتة. تتفاعل الذرات مع بعضها لتكوين جزيئات عبر الروابط الكيميائية. الروابط الأيونية تحدث عندما تنتقل الإلكترونات من ذرة إلى أخرى. الروابط التساهمية تحدث عندما تتشارك الذرات في الإلكترونات. فهم تركيب الذرة يساعد في تفسير التفاعلات الكيميائية والخصائص الفيزيائية للعناصر والمركبات. العناصر مرتبا في الجدول الدوري حسب العدد الذري. يمكن معرفة الكثير عن خصائص العناصر بناء على موقعها في الجدول الدوري. بعض النظائر غير مستقرة وتخضع لتفاعلات نووية تنتج عنها طاقة كبيرة، مثل الانشطار النووي والانصهار النووي. هذا الملخص يعطيك نظرة شاملة على درس الذرة وفقا للمناهج الدراسية المعتمدة في سلطنة عمان.